ثواني يا نورة وابقى معاكي. معلش، لازم اقفل النيش كويس علشان نور ما يكسرش حاجة تانية. مالك يا نورة؟ في ايه؟ احكيلي. جاتلي رسالة واتساب من رقم معرفوش، بتقول إن اللي نشر فيديو الماتش واحدة صاحبتي، قصدها تخلي المدرسة تتريق عليا. ففكرت إن جميلة اللي عملت كده، وفعلا لقيتها بتتصل، فواجهتها باللي عرفته لكنها زعلت وقالت إنها ما عملتش كده، وإن باباها في المدرسة بيسحب الملف. وأنا قلت لها مش عايزة أعرفك تاني. كده غلط يا نورة، ما ينفعش حد يتكلم أو ياخد قرار وهو غضبان، وغلط تتهمي حد وانتي مش متأكدة. واللي عملتيه ده اسمه إنك اتخليتي عن صاحبتك وقت أزمتها. بس يا ماما، الرسالة اللي جاتلي إن اللي نشر الفيديو في المدرسة أكيد واحدة صاحبتي من اللي حضروا، فما فيش غير جميلة. بصي، مفيش دليل على اللي اتقال ده. ممكن يكون حد مثلا عايز يوقع ما بينكم، وانتي عارفة جميلة وأخلاقها كويس، مش ممكن تعمل كده. طب شايفة أعمل إيه؟ لازم تروحي لها المدرسة، تكلميها وتعتذري لها فوراً وتساعديها في مشكلتها. حاضر يا ماما. طب ممكن توصليني معاكي؟ اتعبوني بس معاكم دايماً. ماشي يا ستي، خلاص، غيري هدومك ويلا. تحت أمرك يا فندم، اتفضل. هل في شكوى عند الطالبة جميلة؟ لا أبدا يا فندم، ربنا ما يجيب مشاكل. الحقيقة أنا جاي في طلب تاني، عاوز أسحب ملف جميلة من المدرسة. خير يا فندم، حصل حاجة؟ لا، أنا بس ناوي أنقل جميلة لمدرسة تانية في محافظة تانية. جميلة طالبة متفوقة، ووجودها معانا في المدرسة يهمنا. نصيحتي انتظر شوية، الامتحانات قربت وصعب جدا يتسحب ملف دلوقتي. لإمتى يا فندم؟ عشان أقدر أحدد لأننا مستعجلين. مم، آه، عشان ما يحصلش لخبطة وتروح السنة على البنت، أفضل يكون بعد السنة ما تخلص، وهو كلها كام أسبوع وبعدها نقدر نسحب بسهولة الملف. بس حضرتك كل حاجة سهل تتحل يا فندم، الأهم مستقبل البنت، ومش عشان أسابيع قليلة نضيع سنة بحالها، وعشان سهولة الإجراءات فحضرتك بس تنتظر شوية. قلت إيه؟ طيب تمام، شكرا يا فندم، أستأذنك. وبكده أبقى كسبت وقت الجميلة لحد ما أفهم فيه إيه.